أهل السمع والعزف بالصويرة وأخرجت النوتة الموسيقية من كل السلالم بين الضوء والسي. تمكن العازفون فأخذوا آذان الناس نحو وجهة المتعة، بعضهم غاص في الذكريات. في الصويرة حتى الآلات تخرج عن الطوع وتعطي أصواتا أحلى بشهادة العازفين أنفسهم. Le lieu est magnifique et en plus pour la harpe ça sonne merveilleusement bien. المكان رائع، وبالنسبة لآلة الهارب فإن صدى الأوتار جميل، وأؤكد أن هذه التجربة لم أعيشها في مكان آخر، بل أقول أن هذا المكان خلق خصيصا لآلة الهارب، وحتى المجموعة أعجبت بدار سويري. والأغرب من ذلك أن العصافير كانت تتجاوب مع عزفنا، أمر شاعري. Et que même d'entendre les oiseaux qui nous répondaient pendant qu'on jouait, c'était vraiment extrêmement poétique. من أهل المعرفة من أرخ للطبوع وآخرون للمايات، وبعضهم تفنن في جمال الاستماع. أما زرياب فأسس المدرسة، ما أشبه اليوم بما مضى، حيث يجتمع الناس ويستمعون. كنا جد محظوظين في هذا اللقاء الموسيقي الذي قربنا من فن رفيع بدار سويري، مع حضور جمهور غفير حول برنامج ليس بالسهل، وبذلك كان الناس والاستماع في الموعد. سداسي الأوتار بدار السويري حكاية أخرى عن التناغم، كيف تتخاطب الآلات الوترية وتخلق الجملة الموسيقية بين كل آلة آلة. أما عازف الناي فتوحد مع آلة النفخ، مثله عازف أخرج جنيا من القمقم كي يستمع إليه. هكذا ورد في الحكاية، ولم يحدد الراوي المكان أو المقام، ربما الصويرة.